الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. العيون هي أيقونة جمال الوجه، ازاي تكون كده؟ إريني حليم خبيرة التجميل هتعرفنا ازاي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن العيون ازاي تكون أيقونة جمال الوجه عن طريق ان كل العيون في الأساس ليها رسمة مبدئية. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان اهم حاجة طبعا في العين ان احنا نحدد الحواجب كويس جدا، ان احنا نرسم العين كويس وان احنا نعمل فيها هايلايتنج بالابيض او بالكريمي، ونحط لون واحد موحد كله على العين كله، وازاي نعرف نوزعه من الكيرف بتاع العين لغايه فوق. بس قبل كل ده طبعا علشان الموضوع يثبت لازم نحط فاونديشن يبقى نفس لون البشره من تحت العين لغايه فوق العين، ونوزعه. اهم حاجه ان احنا نوزعه كويس ومن جوه العين لغايه بره الوش، ما حدش يعمل العكس عشان دي المسام بتاعتنا بتبقى من جوه لغايه بره. بعد ما بنحط الفاونديشن هو لون البشره بنحط الكريمي اي شادو حوالين العين كله. زي مثلا نحط بينكش اوكسيدي، مثلا هو بينك مدي على اوكسيدي شويه، مثلا اللون ده طالع موضه جدا وبيليق على اغلبيه الوان البشره. بس هنوزعه كله فوق العين ماشي. وبعد كده بنحط الهايلايتنج اللي هو تحت الحواجب الابيض او الكريمي زي ما قلنا، ولون واحد موحد برضو ممكن يبقى البينك او بيج او اي لون فاتح او حتى جراي فاتح، يبقى يتحط على العين كلها ونوزعه من تحت لغايه فوق. وممكن نحط ايلاينر وممكن لا، واتكلمنا ان الكحل على حسب كل واحد وبيحب الوان معينه، وممكن نحطه الصبح وبالليل في نفس الوقت. الكحل دايما بيبقى ثابت وان هو بيدي فريش، ما يخليش الوش شكله بهتان. طيب ده قلنا المرة اللي فاتت، وكمان قلنا ان العيون الزرقاء والخضراء ما ينفعش انهم يحطوا كحل باللون المعاكس، يعني ان العين الزرقاء نحط لها كحل اخضر او العين الخضراء نحط لها كحل ازرق. خطوة مهمة جدا ما ينفعش ان احنا ننساها واحنا بنعمل ميك اب للعيون. ده طبعا الماسكرا دي حاجة اصلا مهمة جدا لكل عين. لو عملنا كل الرسمة وكل حاجة من غير ما تبقى رموشنا باينة ظريفة، دي هتبقى مشكلة. فاحنا ممكن الصبح بيبقى في حاجة ان احنا ممكن نحط ماسكرا على الاطراف بتاعة الرموش بس، علشان ما تبانش ان هي فيك وان احنا حاطين ماسكرا، بس هي جاست بتديها ان هي طويلة شوية وان هي بتوسع العين من تحت ومن فوق. طبعا في ناس بتحط فوق بس وبتنسى تحط تحت، او بتحس انها ملهاش لازمه. لا، ليها لازمه طبعا، لان هي العين كلها بتوسع من ناحيتين مش من ناحيه واحده بس. وممكن بالليل بقى نحط الكوش كويس، ان هي بنحط ماسكرا على الرموش كلها من جوه جدا لغايه بره، وبعد كده نستنى مثلا نص دقيقه ونحط كوش تانية، فبتدي سمك اكتر ووسع اكتر للعين. طبقه تانية بالظبط. في الخط بتاع العين اللي جوه اللي هو فيه الرموش اللي فوق عندنا، الخط اللي هو جوه العين لو نقدر نحط عليه كحل بيدي برضو تحديد للعين اكتر، اللي هو زي ما بتحط في العيون من جوه تحت من جوه فوق. بالظبط، من جوه بالظبط كده. فبتحطي اسوتين فبيديكي تحديد لعينك اكتر، وبيبين كمان لو حد رموشه خفيفه ان هو لا عنده رموش او عينه متظبطه، لان هي الرموش هي اللي بتدي التحديد للعين. فلما تحطي كحل من جوه مش بيبان انك انت حاطه، بس في نفس الوقت بيبقى مدي تحديد ووسع للعين. وبكده نكون اتكلمنا عن المكياج الاساسي لكل العيون. الحلقه الجايه ان شاء الله هنكمل كلامنا مع إريني حليم خبيره التجميل عن كل عين ازاي يكون ليها ميك اب خاص ليها عشان يحليها. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.